السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد ومكملين مع بعض في نواعم العيد. وهنعمل النهارده السابليه. السابليه بقى من الحاجات اللي هي اللذيذة والرقيقة كده، وعايزة تتعمل في تزيينها بالذات بمزاج عشان نطلع بنتيجة الحلوة اللي شايفينها دي. كمان حبيت ان انا اعمله النهارده من غير افتكاسات كتير، يعني لاي حد يقدر يعمله، وكمان بميزانية عادية جدا مفيهاش يعني اي تكلفة خالص عليكي. المهم ناخد النتيجة اللي انت شايفينها ديت. وطريقته برضو سهلة وجميلة لأي حد يقدر يعمل أول مرة. وما تنسيش اللايك يلا بينا. عندي هنا كيلو 100 جرام من الدقيق. وبالنسبة لنوع الدقيق، دقيق يا جميع الأغراض، يا دقيق كحك وبسكوت، وبرضو في الحالتين بتبقى نتيجته كويس. عندي هنا كمان 350 جرام من السكر البودر، وده طبعا نخلاه. بالنسبة بقى لكمية الزبدة 750 جرام من الزبدة. وطبعا لو عايزة تقسمي المقدار، يعني مش تعمليه كله، هتقسمي كل المكونات دي. وكمان عندي هنا معلقتين كبار من اللبن البودر ورشة من الملح. نيجي هنا بقى لو في عجان او لو حتى على ايديكي، هنقدر ان احنا نشتغل بطريقة برضو كويسة وهنوصل لنفس النتيجة. جبت هنا المكونات كلها وحطيتها على بعض. طبعا قسمتها على نصين لاني حجم العجان عندي مش هياخد الكمية كلها. احنا النهارده هنشتغل بتكنيك شويه غير كده. كل سنه هناخد كل المكونات، يعني السكر مع اللبن والزبده والدقيق كلهم كده هنضربهم مع بعض، وهياخدوا معانا وقت شويه، ولكن النتيجه هتبقى نتيجه مرضيه جدا ليكي على فكره. طبعا بحب اوريلك كده القوام يعني في نص الوقت كان عامل ازاي. لسه تحسي ان هو مفرول شويه، ولكن مع العجن المستمر هتبتدي ان انتي تاخدي القوام ده كاننا بالظبط بنبس كحك. تمام، هي النتيجه دي واخدينها كده. نيجي بقى بعد ما خلصنا طبعا تشغيل العجينه بتاعتنا وبقت تمام جدا. لو احنا عايزين نلونها يعني نص فاتح نص غامق، هناخد الكميه اللي احنا عايزينها وهنزل عليها هنا معلقتين كبار من الكاكاو البودر. وطبعا لازم يتنخل عشان التكتلات اللي انتوا شايفينها ديت. هبتدي دلوقتي ان انا الم عندي العجينه. على فكره ما تخافيش من كتر العجن، لان العجينه عندنا ما فيهاش سوائل، فمش هتطلع عندك العرق ولا حاجه. العجينه هتبقى معاكي تمام جدا حتى مع العجن الكتير، ما فيش اي مشكله خالص. المهم ان احنا نوصل باللون اللي احنا عايزينه. وعايزه اقول لك يفضل جدا يبقى الكاكاو عندك نوع كويس. بالمناسبه احنا قلنا كاكاو خام، ما يبقاش فيه سكر خالص، ويبقى نوعه جيد عشان كمان النتيجه تبقى كويسه معانا. هنا بقى بالنسبه ده للون التاني، اللي هو اللون الفاتح، عايزه اقولك القوام كويس جدا، قوام ما بيلزقش خالص، قوام متماسك. حتى كمان مش مستاهل ان احنا نريحه عندنا في التلاجة ولا حاجه. ولكن لو انت عندك يعني في وقت الصيف ده ممكن تريحيه ربع ساعه في التلاجة وتقدري ان انت تشتغليه. هبدا بقى بالتورتات الصغيره دي. لو عندك يعني كميه منها كويسه تقدري تعملي برضو عدد كويس منها. ما بتاخدش على فكره وقت خالص في الفرن، 10 دقايق كده وبتطلع على طول. بالنسبة بقى لشغلها نفسه سهل وبسيط. بتبتدي انك تجيبي قطعة عجينة صغيرة وتبتدي ان انتي تسكنيها كده في قلب الفرن بتاعة التارت. وبعد ما بتخلصي طبعا كلهم قبل ما بدخلها علشان ما تنفخش معايا اثناء التسوية، ببتدي ان انا اعملها تفتيحات كده بالشوكة وادخلها عندي الفرن على طول. بنتكلم بقى سريعا كده على درجة الحرارة بتاعة الفرن. هدخلها على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. ببقى بشغلها من تحت بس، وكمان ما بشغلش الشواية. باخد نتيجة التسوية حلوة جدا من غير شواية خالص. نبتدي بقى نشتغل في العجينة بتاعتنا. لو عندك بقى مفرش سيليكون تبتدي ان انت تحطيه من تحت وكيس تلاجة كده من فوق. لو ما عندكيش مفرش هيبقى كيس تلاجة من تحت ومن فوق. وابتدي ان انا افرد العجينة عندي بسمك يعتبر نص سنتي. وبالنسبه بقى للفرم اللي عندك، اي شكل تقدري ان انت تحبيه او عايزاه تقدري تشتغليه على طول، مفيش مشكله خالص. عايزه اوريلك بس العجينه من غير ما دخلناها التلاجة طالعه سهله وطالعه جميله، والسمك بتاعها كويس جدا. ما فيهاش اي مشكله خالص ممكن تقابلك، وتقدري ان انت تكملي بكل الاشكال سواء فاتح او غامق. او لو حتى ان انا عايزه اغير لون العجينه خالص لاي لون انا احبه، ده بيبقى في الاول اقدر احط كام نقطه كده من اي لون انا عايزاه واشكل عندي العجينه واشتغل فيها على طول. هتبقى تمام جدا معايا. بالنسبه لكل الاشكال اللي معانا ديت ما بيحصلهاش اي مشكله بعد التسويه، زي ما بتدخل زي ما بتطلع تمام جدا. زي ما انتم شايفين برضو معاكي بتطلع معاكي بكل سهوله خالص. واقدر ان انا اكمل على الوضع ده بكل الاشكال اللي احنا نبقى عايزينها. وعايزه اقولك بالنسبه للاشكال دي سعرها بسيط قوي، يعني لو كل وقت كده جبنا شكل او اتنين هيبقى عندنا مجموعه كويسه نقدر نشكل بقى التشكيلات اللي احنا عايزينها كلها.
هنا كنت مشكله اول صينيه، ما بدهناش اي حاجه، والصواني عامه بكل انواعها ما بتدهنش اي ماده دهنيه خالص، لان السابليه بالفعل فيه كميه دهون كويسه ما تخليوش ان هو يلزق. اول لما بيطلع معايا ببتدي ان انا احرك عندي كده السابليه واطلعه واحطه عندي كده في صينيه تانية خالص. وعايزه اقولك بالنسبه للون الفاتح احنا اخدناه من غير اي شوايه خالص. وده اللون الشوكولاته اللي احنا عملناه برضو لونه كويس قوي للناس اللي هي برضو ما تقدرش تسوي اللون الغامق ده، تقدر تحط قطعة كده فاتحة عشان نقدر نشوف التسوية مظبوط. ولكن الناس اللي هي برضو متمرسة في الموضوع ده بتعرف تسوي كويس قوي. هنا بالنسبة للطرطات انا برضو ما شغلتش عليها الشواية، اللون اللي انتوا شايفينه ده لون حلو قوي من غير اي شوايه. وده السابليه بقى بعد ما خلصته خالص، عايزه اقول لكم نتيجته كويسه قوي ولونه حلو جدا. بالنسبه بقى لخطوه التشكيل ديت، ببتدي ان انا عشان اسهل على نفسي كتير اجمع كل اتنين مع بعض. وبالمناسبه برضو نسيت اقول لكم ان لما بنيجي نعمل اعداد بتاعه السابليه لازم نعملها اعداد زوجيه عشان ما تبقاش فيه هدر كتير ما بيتشكلش. هنا بقى ببتدي اشكل او اجيب كل اتنين مع بعض. وبالنسبه بقى للحشوه او بالنسبه حتى للتزيين ده بيبقى على حسب براحتك خالص، ولكن قلنا النهارده هنعمل تزيين متاح للجميع واي حد يقدر يعمله. النهارده عملت بالنسبه ل الاشكال اللي هي المفتوحه دي، الدوائر المفتوحه، حبيت ان انا احط عليها بقى سواء مربى مشمش سواء مربى تين اي نوع مربى، حتى لو عندك مثلا شوكولاته اللي هي السبريد، او عندك شوكولاته اللي هي برضو عاديه، دي تقدري تحطي كل اللي انت عايزاه. زي ما قلنا التشكيل ما فيهوش صح ما فيهوش غلط، في بيبقى على حسب اليومين دول بقى بالذات الامكانيات، تقدري بقى تشكلي على حسب امكانياتك والله، وفي الاخر هنطلع بنتيجه حلوه جدا. زي ما انتم شايفين تشكيل حلو وتشكيل رقيق كده وجميل. حتى لو قدمتيه كده لاي حد جايلك في العيد، او حتى اديتي كده لحبايبك منه، بجد يبقى جميل جدا. وبصراحه مفيش احلى من كده. المهم برضو ان احنا ناخد في الاصل البسكوته نفسها تبقى طعمها حلو. هنا بقى عندي كانت مجموعة تانية، حبيت ان انا احط عندي الشوكولاتة اللي هي السبريد اللي هي زي النوتيلا كده، وبحط عندي بقى مكسرات، احط عندي اي حاجة انا عايزاها، هي مجرد افكار مش اكتر، ولكن عشان ناخد نتيجة كويسة او حتى يشبه شوية كده للي احنا بنشتريه من بره، بجد احسن منه كمان. عايزه اقولك بقى شغلي كده افكارك وتقدري بقى انك تعملي حاجات كتير منه. كمان ممكن تشاركي ولادك بيه، يعني التشكيل ده مفهوش بقى ولا حاجه تلسعهم ولا حاجه خطر عليهم، فتقدري انك تشاركيهم حاجه زي كده وبجد هيبقوا مبسوطين جدا منها. هنا بقى بالنسبه للحاجات اللي انا ممكن اغطيها، عندي الشوكولاته سواء ان انا بسيحها على حمام مائي او ان انا بسيحها في الميكروويف، يعني 30 ثانيه في 30 ثانيه كده لحد ما تدوب معايا، واحط معلقتين من الزيت عشان تديني لمعه كويسه. حذاري بقى ثم حذاري ان احنا في الطبق او المعلقه اللي احنا بنستعملها يبقى فيها نقطه ميه، الشوكولاته هتخرج منك ومش ترجع لصورتها الاولانيه، ودي طبعا هتبقى خساره ليكي لانك مش هتعرفي تعملي بيها حاجه تاني. هنا بقى بالنسبه للاشكال اللي هي بالشوكولاته البيضاء، بجد روعه. عايزه اقول لكم شغل النهارده كان جميل قوي وبسيط كده، واي حد اي حد يقدر يعمله مع التفاصيل البسيطه اللي احنا قلنا عليها دي. بجد كل سنه ربنا ما هيقطعها لكم عاده، هتعملوها وهتطلعوا بنتيجه كويسه جدا. التشكيل هنا كان بسيط قوي 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 لابعد حد، يعني بحاجات بسيطه كده. انتي بتروحي عامله خطوط رايح جاي بالشكل ده، وبتحطي عندك بقى اي مكسرات سواء سوداني لوز عندك بقى فستق، اي حاجه المتاح تقدري انك تشتغلي بيه، وكلها حاجات بسيطه كده وجميله. المهم نفرح نفسنا ونفرح اللي معانا بالاشكال الحلوه دي. كمان عندي هنا بقى بالنسبه للتورتات، حبيت ان انا اغطيها من فوق بشوكولاته بيضه وشوكولاته بني، التغطيه بتاعتها سهله جدا ما فيهاش مشكله خالص. هنا كمان عايزه اقولك بالنسبه للحاجه اللي انا ممكن احشيها بعد ما بغطي الشوكولاته، لازم ان هي تنشف الاول وبعد كده ابتدي ان انا اشوف هحط ايه فيها. بالنسبه لناس كتير بتحط الايام ديت اللي هي زبده اللوتس او حتى زبده الفستق او حتى مربى الحليب، مفيش مشكله خالص. احنا زي ما قلنا الامكانيات هي اللي ممكن تحكمك وتخليكي تعملي ايه وما تعمليش ايه. اهم حاجه نوصل بالنتيجه الحلوه اللي شايفينها دي. اتمنى تجربوه، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا ان شاء الله، والسلام عليكم.